واحد المجموعه ديال الدكاكين ديال الرقيه للاسف اللي ولات موجوده في ربوع المملكه المغربيه، وعاود حتى هي على مرأى ومسمع، وما كنسمعوا حتى كيتلقى القبض على شي واحد، اما لانه كان كينصب على خصوصا النساء، او انه تورط في اغتصاب هاد النساء، وكنسمعوا انه القي القبض على راقي كان يمارس الرقيه بمدينه كذا، اخرهم واحد في القصر الكبير. هذا نصب على واحد المجموعه ديال السيدات والانسات كيجيو عندهم مزوجينش خصهم يتزوجوا، هو غيدير لهم الرقيه نعم سيدي باش يتزوجوا، يا الله فهم دابا انت، ونصب عليهم في اموال، وفي نهايه المطاف لما تلقى عليه القبض اتضح انه واحد الانسان مدمن على الكوكايين والهيروين، وما عنده شيء باش يشد ويسد الحاجه ديالو من الادمان الا هاد الوسيله ديال النصب والاحتيال، واختار النساء بالضبط وتخصص في هذا الجانب ديال الزواج، حيث للاسف في المجتمع ديالنا باقي واحد الشق كبير من السيدات الفاضلات والانسات الفاضلات اللواتي يعتقدن ان مشروع الحياه لا يمكن ان يكون الا الزواج قبل كل شيء. يمكن تسمح في قرايتها وفي خدمتها في كل شيء، ولكن الزواج حيث هي ملي تربات مع امها ومع جدها مشروع الحياه عندها هو الزواج، ما كاينش شي حاجه اخرى. فلما كيطمعها اي واحد بالزواج كتكون عرضه للنصب، عرضه للاغتصاب، عرضه للاستغلال.